ما عمرك حسيتي براسك عندك حلم كبير ولكن فينا هو الجهد باش تهمك حياتك؟ غدا نديرها وعمر داك غداجه. افكار والاهداف ديالك كبيره قد الذنوب ديال ديدي، ولكن صعيب بزاف باش تبدا. كتفكر تكتب كتاب، تربي فورما، ولا تتعلم شي حاجه جديده، ولكن كاين الحمار الوحشي كتحشى في فراشك اللي فيه ريحه الدفء اللي كتفكرك بجداتك وكتسكرولي في الاحداث حتى كيهرب ليك. علاش هادشي كيوقع؟ انت ماشي معكاز ديما، ولكن المهمه اللي باغي دير كتبان كبيره للدماغ ديالك. ملي كتكون باغي دير شي حاجه صعيبه عقلك كيقول لك اجي نديرو شي حاجه اللي ساهله. انت من لهنا وهو من لهيه، صراع العروش كل يقنع الاخر، وطبعا راه ما غاديش تربح، غاتهنى. ولكن الخبر الزوين هو انه يمكن لك تصلح هاد الروتوش، ماشي بقات في شكون انت ما كيهمش، ولكن هذه عاده والعادات كتبدل. فكر شحال ديال الوقت وانت حاصل، حيت ولا الهدف ديالك كيبان لك مستحيل. باغي تجمع الفلوس ولكن الفكره ديال تحرم راسك من شي حوايج ما مسلكاش على القادوس. باغي شي صحيحه اللي تكون زويونه، ولكن الفكره ديال الجري كل نهار عياتك غير هي كفكره. راه ماشي انت ما مسوقش، ولكن دماغك مبرمج باش يتجنب الالم ويتبع الراحه المطلقه. ولكن شو راه تقدر تكون ذكي على الدماغ ديالك. غنكملش ليك في يديك ولا في هذه الحاله في دماغك 3 ديال الخطوات يساعدوك باش تركز في اللاصق. الخطوه الاولى، صغرها تكبار. لي تاسك الكبار كيخلعوا فاش كتفكر فيهم. صغر خدمتك في هذه الحاله. مثلا كنتي كتكتب كتاب ديالك، بلاصه ما تكتب 50 صفحه في خطره، وكاين كاع اللي كيطمع في اكثر، كل نهار كتب واحد السطر اللي نقي ولا واحد الصفحه اللي نقيه الا حسيتي بالاسهم طالعين للفوق. فاش كتصغر الخطوات كتحس بالقيمه ديال كل ايطاب، بحال شي دومين يلاه دخلتي ليه وخصك تقن كل حركه على حيده، باش ملي كتشوف النتيجه النهائيه كتلقى انك ما تسرعتيش اصلا. علاش هاد التسرع؟ تبعك شي حاجه اهم من راسك؟ جاوب بلاصتك. لا، حسب راسك كتسلق في شي جبل، ما غاتجيش انت هو هيومانغو صوره تنقز للراس، راه تسلق بوكا بوكا. وديروا نفس الحاجه مع الاهداف ديالكم. مثلا نفترضوا باغي تتعلم الجيتار، ما تحاولش تتعلم اغنيه كامله في نهار واحد، ولكن كل نهار تقن واحد الريمه. مع الوقت التضحيات الصغار كيوليو انجازات، وهنا بالسحاب الدوبامين النقي. المفتاح هو تركز على التقدم ماشي المثاليه. الخطوه 2، خلق روتينات اللي سهله. شوف من الاخر عباس، بلا ما تعول على الطاقه ديال الديسيبلين باش تحيد الشك في خطره، خلق واحد الروتين اللي متناسق مع حياتك. الطاقه الداخليه كتخوى، ولكن الروتين والسيستم كيكون اوتوماتيك. باغي تريني، نعس الكيطمه ديالك واحد الصباط حداك كيشي عسكري فاش تكون ناعس، مع تفيق مع تغسل وجهك بداك الصباط وتنوض تريني. فكر فيها بحال ديك الرويضه اللي شدينا 2 روايض صغار من الجنب. صافي الايقاع كيمشي منتظم نحو الغايه الاساسيه اللي هي تقول بدماغك باش تسهل عليك المعركه. شنو هو الروتين الصغير اللي نبدا اليوم؟ يقدر يكون انك تبدا تكتب المهام اليوميه ديالك باش ما تبقاش غير فايق باش تفيق. راه حاجات بسيطه ربما غتغسل سنيك. العقل البشري راه بتصرفات بسيطه يقدر يشكرك ولا يطيح منك. بحال انت دابا الا تمارستي علاقه حميميه مع يديك غتحس بالفشله وغادي تكره حياتك، يعني بحركه بسيطه بدلتي المزاج ديالك للخدمه. الخطوه الثالثه، استخدم القاعده ديال 2 دقائق. اصعب بارتي في الحياه هي البدايه. وعد راسك تخدم على شي حاجه في المده ديال 2 دقائق. باغي تقرا كتاب، قرا صفحه واحده. باغي تغسل بيتك، بدا غا بالتشطاب، حيت سبحان الله العلي العظيم انه غير كتبدا كتدخل ديريكت في الفلو. بحال كتدفع شي كره من واحد التل عالي، الدفعات الاولين كيكونوا صعاب، ولكن غير كتطلق ديك الكره كتمشي بواحد الريتم سريع من دي قبل. وزيد حتى هاد الخطوه بونيس، حاول الا كنتي معاق ذهنيا تخلص راسك على التقدم. سالي 2 دقائق في ديك الحاجه، طلق المزيكا اللي كتعجبك، وحبذا لو انه تكون حسن مني اخلاقيا وتسمع الصوره المفضله لك في القران. ربما شري شي ماكله اللي كتعجبك. المهم عامل راسك بحال الدري الصغير، حيت فاش كتكون مازال ما تحررتي من المؤثرات الخارجيه ودماغك ضربو 3000 جزئي، اي خصك تولي مع راسك بحال الدري الصغير، لان الجسم ديالك ما غيسمع لك وانت باغي تحط فوق جبل ديال الخدمه في نهار واحد. ها الحقيقه، كل واحد بدا صغير. الناس اللي انت كتقدر انا وتا هما، ماشي ضروري تكون مكتمل في كل حاجه ومزيان. احلام ديالك بحال شي عافيه، وحاليا راه مازال غير واحد الشعله اللي صغيره. كل حركه بسيطه كدير بحال كتزيد المازوط لديك الشعله، فزيد شعل اصل البيطان امها مزيان. اشنو دير اليوم باش تشعل ديك العافيه؟ شوف، عادي تفشل، كاملين كنفشلوا، حيت الفشل راه غير جزء من النجاح. ولكن شنو اللي كيفرق ما بين الناس هو شكون كيكمل وشكون كيخدع بشخصيه. باش كتكتشف الذات ديالك اكثر واكثر. الا كنتي طموح ومعكاز فها شنو دير، فالا كنتي طموح ومعكاز فها شنو دير. خلي المهام ديالك ولي طاسك صغار، خلق واحد الروتين اللي كيتناسب مع الشخصيه ديالك، وبدا ب2 دقائق ديما. هادشي اللي كاين. نشوفكم في حلقه جديده. تهلاو.